لما بيطلع يتكلم الاستاذ ابراهيم فايق ويتكلم بحرقه عن منتخب مصر، يقول لك منتخب مصر عمل، منتخب مصر سوى، ده ما ينفعش اللي حصل مع منتخب مصر في كاس العرب، مش عارف ايه والكلام ده. ويطلع في لقاء، او يعني يطلع على الام بي سي ويقول لك انه ما تجرحوش في محمد هاني، ما حدش يتكلم عن محمد هاني وحش، وده بيحصل في الكوره. انا مش عارف ايه ازدواجيه المعايير اللي عنده دي. انا مش عارف، حد يقول لي كده في الكومنتات مين اللي بيبقى بالطريقه دي عنده ازدواجية معين. محمد هاني ده، محمد هاني انا لو اطول مثلا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، اديله اقول ايه طيب؟ لازما، ما هو طبيعي انه اللاعب ياخد انتقادات، مش انتقادات، ياخد سلخ، لان هو دون المستوى يا جدعان. هو احنا بنتكلم، او احنا بنقول طور يقولوا احلبوه؟ هو المشكله بتاعتنا مشكله اداره؟ لا. مشكله اداريين؟ لا. مشكله وزاره شباب ورياضه؟ كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها، كل ابراهيم فيطلع يقول لك وزير الرياضه، وزاره الرياضه، يقول لك مش عارف اتحاد الكوره، يطلع كله يطلع يقول لك الحاجات اللي هي مش اساس المشكله. اساس المشكله لعيبه، هنفضل نقولها وهنفضل نعيدها. اساس مشكله منتخب مصر، اساس مشكله الانديه المصريه لعيبه كوره. ومحمد هاني لازم نسلخه، لازم نتكلم عنه، لازم نقول ان هو دون المستوى، ما ينفعش يلعب لا في النادي الاهلي اساسي ولا في منتخب مصر اساسي. شوف لعيبه غيره، نجرب